شارع الملك سعود في الدمام. التقطت هذه الصورة في عام 1969 للميلاد. في عام 1975 التقطت هذه الصورة لمجموعة من الغلمان في خميس مشيط. يا ترى في أي قرية؟ الله أعلم، ولكن إذا كانت أعمار هؤلاء الغلمان 15 سنة فإنهم الآن فوق 60. هذه محطة حمد القصيبي وأولاده بالاتفاق مع شركة أرامكو بالقرب من منطقة شقم في محافظة الأحساء عام 1969. أما هذه فصورة في مدينة جدة بنفس العام لسوق الخاسكية. ما أدري إذا نطقت الاسم صحيح ولا اللي يعرف يعلمنا. صورة لرجل من الجزيرة العربية، ويا لها من صورة ساحرة. التقط الصورة البريطاني ويلفريد عام 1947. تستشعر أن في عينيه قصصا لا حدود لها. صورة لأطفال من محافظة الخرج في يوم عيد الفطر عام 1969 للميلاد، يعني قبل 54 سنة. صورة لمدينة الرياض في الستينيات الميلادية. اللي يعرف نوع السيارة الحمراء بالله علمني. هل تتمنى أنك عايش بذاك الزمن ولا تحمد ربك أنك عايش بالوقت الحالي؟ وين أنت يلي تبي الظهران؟ ترى الوعد راس تنورة، من فوق ما يصنع النصران، فرت حمر ساطع النورة. هذه الصورة عام 1947 ميلادي لنقل عمال أرامكو بين الهفوف وراس تنورة. تصوير هارولد كورسيني من أرشيف جامعة لويزفيل. صورة بالأبيض والأسود للأمراء. من اليمين الأمير طلال بن عبد العزيز، يليه الأمير نواف بن عبد العزيز، ثم الأمير متعب بن عبد العزيز. تم تلوينها بالذكاء الاصطناعي عليهم رحمة الله جميعا. قصر الأميرة نورة بنت عبد الرحمن شقيقة الملك عبد العزيز رحمهم الله على طريق الملك فيصل شارع الوزير في الرياض، ويبدو في الخلف برج مياه الرياض الخزان. صورة لفندق اليمامة، أحد أبرز معالم الرياض قديما، سكن به بعض رؤساء الدول منهم جمال عبد الناصر، وسكن فيه بعض نجوم الفن العربي مثل أم كلثوم وصباح وعماد حمدي وعلي القصار واسماعيل ياسين، بل حتى هنري كيسنجر سكن فيه بالسبعينات. بني في عهد الملك سعود عام 1376 للهجرة. سكن فيه كذلك فريق نادي الهلال. هذه صورة لتسعيرة الغرف آنذاك. التطعيم في المدارس زمان كان يسبب حالة رعب عند الطلاب، كان شيء غريب وجديد عليهم. يقول الأستاذ عبد الكريم الغيمشي: عاقبني مرة مدرس فلسطيني لما كنت في الصف الأول ابتدائي، أمسك بي بثوبي مع الإزرار ورفعني في يده الشمال فقط، وبدأ يمسح بي السبورة المملوءة بالطباشير الملون. موظفين سعوديين بشركة أرامكو مجتمعين لشرب القهوة بأحد الغرف المشتركة في سكن الموظفين السعوديين في مدينة بقيق عام 1947 للميلاد. صورة نادرة لأحد محلات الجزارة في مدينة الخبر عام 1366 هجري الموافق ل 1947 للميلاد، أيام البساطة، حيث كان شراء اللحوم على قدر الحاجة ولا يتم التخزين في ظل عدم وجود الكهرباء وأجهزة التبريد في ذلك الوقت. استراحة غداء بأحد مواقع الاستكشاف والتنقيب عن النفط في المنطقة الشرقية. التقطت هذه الصورة عام 1983 للميلاد. وهذه ماكينة بيبسي في مدينة الرياض، التقطت في التسعينات الميلادية. أما هذه فصورة لمتجر في جدة، التقطت في السبعينات الميلادية. يا ترى هل تستطيع التعرف على أحد المنتجات القديمة في الصورة؟ صورة لشاب يهودي في منطقة نجران عام 1947. في عام 1948 التقطت هذه الصورة لسيارات أرامكو وسائقيها قبل 75 سنة. الله يا الدنيا. محطة أحمد القصيبي بالقرب من محافظة القطيف عام 1974، يعني قبل 49 سنة تقريبا التقطت هذه الصورة. طلاب مع معلميهم يقفون أمام الفصول الدراسية التي أنشأتها أرامكو من سعف النخيل في عام 1940 في مدينة الخبر. تتوقعون في أحد منهم حي الآن؟
صورة لسوق السلمية بمحافظة الخرج التقطت عام 1947 ميلادي. وفي خبر عاجل، أعلنت عدة وسائل غربية أن اللاعب العالمي ميسي قام بعمل متابعة لنادي النصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما رد نادي النصر بعمل بلوك للاعب.